هاد القصه ديال اليوم كيف العاده ما كتدخلش للدماغ، وخا نعياو نفسروها ما غاديش نلقاو لها شي تفسير. غادي ندويو فيها على واحد البنت اللي كانت على واحد الطياره، واللي ديك الطياره كطيح بها في وحده من اكبر الغابات الاستوائيه في العالم، الامازون. غادي ندويو كيفاش عاشت وكيفاش دوزات تقريبا 20 يوم في وسط الغابة، وكيفاش دوزات هذيك 20 يوم وقدرات أنها تعيش في واحدة من أخطر الغابات في العالم بلا ما يوقع لها حتى شي حاجة. قبل ما ندخلوا للقصة هذه، ولا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الكونتوني، ما تنساوش تخليو ابوني في لاشين باش يبقاو يوصلوكم كاع لي فيديو اللي كنحط. الا تفرجتوا فيها حتى الاخر وعجبكم الفيديو، ما تنساوش تخليو جيم وخليكم معنا باش ندوزوا للقصة. القصه ديالنا كتبدا في 1971. واحد البنت المانيه باقا مراهقه سميتها جوليان كابكا، ويلا تخرجت من الجامعه ديك الساعه. كانت هي وماماها في العشيه ديال راس السنه كيتسناو واحد الطياره في المطار ديال ليما في بيرو. كانوا كيتسناو واحد الفول لواحد المدينه سميتها باكوبا باش غادي يمشيو يشوفوا باهم ويحتفلوا معاه في هذيك الليله. هذاك با كان زوولوجيست، يعني كيدرس علم الحيوان، وكان خدام في الدراسه ديال الحيوانات اللي كاينين في الامازون. جوليان وماماها هي وكاع دوك الناس اللي كانوا معاه فاش كانوا كيتسناو الفول كان طالع عليهم ديك الساعه ديال بصح، حيت الفول كان تعطل تقريبا بشي 7 السوايع على الوقيته اللي كان انونسي فيها، حيت ديك الساعه كانت شي عاصفه خايبه بزاف وما كانش قادر الفول يديكوري، دونك عطلوهم 7 السوايع. ملي داز ديك 7 السوايع وتنشروا مزيان في المطار، اون فان كونت جا الفول وقدروا انهم يطلعوا يمباركيو في الطائره ديال الخطوط الجويه باراغوانيه سميتها لينياس 508. ديريكتومون مورا ما الطياره قلعت بداو تيدوزو من شي مطبات هوائيه ديال دوك العاصفه. غير هو جوليان ديك الساعه كان عزيز عليها الطيران، كان عزيز عليها تمشي في لي فول، كما ما تاثراتش كاع بهذاك المشكل. ولكن ماما اللي كانت جالسه حداها كانت خوافه شويه من الطياره، بدات كتقلق شويه حيت حسات بداك الشيء ما هوش. ملي دازت 10 دقائق حتى ربع ساعه مور الاقلاع، ديك الساعه بدات دوك المطبات الهوائيه ما مشاو فين وبداو كيزيدوا. الطياره بدات كترعد اكثر. هنايا جوليان بدات كتخلع شويه، ماماها وكذلك زادت تخلعات. هنا فين الطياره بدات كتزعزع ديال بصح، كتزعزع بزاف لواحد الدرجه كبيره، حتى دوك لي كابين اللي كيكونوا فوق من الركاب فيهم الباجاج ديالهم ديال لاما تحلوا كاملين، وبدا كيطيح منهم الفاليزات، بدا كيطيحوا منهم السيكان. هنايا فريمون كلشي تخلع، كلشي بدا يغوت، حيت فريمون بداو كيتخلعوا بديك الاهتزاز ديال الطياره اللي ماشي عادي نهائيا، واخا وسط عاصفه وكلشي، ولكن داك الاهتزاز ما كانش عادي. هنايا جوليان اللي اصلا ما كانتش كتخاف من الطياره ولات مستريسيه بزاف، كتشوف برا الطياره من الشرجم كيبان لها غير الظلام والبرق تيضرب بزاف، البرق تيضرب فمات باللي دايزين من وسط شي عاصفه رعديه خايبه بزاف. هنا بدات كتشوف ماما كتشوف فيها وما قادرينش حتى يهضروا حيت كانوا مخلوعين بزاف، وكيسمعوا في عباد الله كتغاوت، كلشي مخلوع وكلشي مستريسي. غتزيد تكفز الامور حيت الطياره دابا مبقاتش غير كترعد، ولات بحال الا كتطلع وكتنزل بحال الا كتطلع 50 متر وكتعاود تنزل 50 متر بحال الشكل ديال الموجه. يلا غيبدا يهرب ليهم، هما يسمعوا واحد التفرقعه كبيره بزاف ويشعل واحد الضوء بيض بزاف لدرجه انهم تعماو في البلاصه كاملين، وديريكتومون موراها كيطفى الضوء. كلشي كينوض كيشوف الشراجم شنو وقع ما فهموا والو. كيبان لهم باللي الموتورات بجوج ديال الطياره مفرقعين بجوج، على فيهم العافيه بجوج. هي هذيك فين الطياره كتنزل في وضعيه سقوط حر ديريكتومون الارض. كيحسوا بواحد الضغط كبير بزاف تيجرهم في بلايصهم، حيت الطياره كانت نازله بواحد السرعه خياليه. من بعد كيتبين باللي هذاك الضوء اللي شافوه وعماهم كاملين كانت واحد البولت ديال البرق ضربات الطياره وفرقعات الموتورات بجوج، لي موتور تحرقوا في البلاصه. جوليان بعد كتعاود كتقول لهم باللي في وسط هاد المعمعه كامله وهاد الفوضى كامله ماما شدات لي فيديوها وقالت لها this is it it's all over، زعما كونكوا حسات باللي النهايه قربات. وهذيك كانت افكتيفمون اخر حاجه ماما غتقول لها في حياتها. جوليان مورا ما كتعقل على والو من غير الناس اللي كيبكيو وكيتغاوتوا والصوت ديال المحركات المحروقين، وكيدير واحد التخرشيش رهيب بزاف من موراها، حتى كتسمع غير الصمت. حيت ديك الساعه كانت خرجات من الطياره وكتلقى راسها في السماء، راسها باقا جالسه في السيت ديالها في البلاصه ديالها، وخرجات من الطياره في فري فول حتى هي في سقوط حر. في هذيك اللحظه فين كتشوف لتحت وتيبان لها الغابه كتقرب
غادي وكتقرب تماك فين عرفات باللي غالبا غادي تموت. وقبل ما توصل كاع للارض كتسخف. جوليا من بعد كتهضر كتقول باللي في هذيك السقوط ما عقلاتش على بزاف الحوايج وما عقلاتش اصلا على داك الامباكت، يعني داك الاصطدام ما عقلاتش عليه. كتكتشف باللي الطياره تقسمات في 3 كيلومتر فوق الارض، يعني اختنا طاحت من 3 كيلومتر من السماء وطاحت للارض وعاشت. كتعاود من بعد كتقول باللي كانت النهار اللي مورا التحطم، كتفيق كتلقى راسها باقا مريحه في كرسي معلقه من واحد الشجره، كتشوف شنو كاين شنو ما كاينش، ما كيبان لها حتى شي حاجه، كاين غير الخوا في وسط الغابه. وكتفكر باللي كانت كتغوت على بنادم باش تشوف واش كاين شي واحد حتى هو عايش باش يعاود يغوت عليها، كيما كيغوت حتى شي واحد. تما كتعرف باللي غالبا كاع الناس اللي كانوا معاه في الطياره غيكونوا ماتوا ومنهم جوليان. ماشي غير عاشت ولكن براتيكمون ما وقع عليها والو، اللي خايب بزاف اعتبارا انها طاحت من 3 كيلومتر. خرجت واحد التهريسه خفيفه في العظم اللي حدا العنق ديالها، وكانوا عندها شي جروح غارقين شويه في رجليها، ولكن كانت تقدر تمشي وكتقدر تتحرك. فاش كانت تماك في الغابه كانت باقا في السياج ديالها، باقا واحله في الشجره، كانت كتسمع الطيارات ولي زيليكوبتر تيدوزوا فوق منها، وعرفات باللي غالبا كانوا كيقلبوا عليهم وعلى اي واحد كان عايش من داك التحطم. ولكن الغابه كانت كثيفه بزاف، كل ملي كانت كتطل وكتحاول تشوف في السماء باش تحاول تعطيهم شي اشاره ولا شي حاجه كانوش كيبانوا لها. وكانت عارفه باللي حتى هي ما كتبانش لهم حيت الغابه كانت كثيفه بزاف وغالبا حتى شي حاجه ما كتبان من الفوق. المشكله شنو هي؟ اختنا ما كانت لابسه حتى شي حاجه اللي تحميها من دوك الظروف اللي كانوا في الامازون. كانت لابسه واحد لاجو اللي ما عندهاش اصلا الكمام، وكانت لابسه واحد الصنداله الراقه اللي اصلا وضرات منها وحده، وزادت كفتات الامور وضرات نضاضره وهي اصلا ما كتشوف حتى شي حاجه مزيان، وخلات ديك الراقه الاخرى اللي بقات باش كانت كتبقى كتيستي بها الطريق قبل ما تعفط، حيت ما كانش عارفه فين غاديه ولا فين غتمشي، كانت كتيستي بها الطريق باش ما تعفطش على شي حاجه ماضيه ولا شي حاجه ما خصهاش تعفط عليها. واحد الحاجه اللي غتنفع جوليان بزاف هي انه عام قبل من التحطم كانت دوزات تقريبا شي 14 شهر مع والديها في المعهد اللي متخصص في البحوث ديال الامازون، حيت كما قلت لكم باها كيدير ابحاث في هذا الدومين، وكانت دوزات مع شي عام وخدات من عنده شي معلومات قيمين بزاف اللي هما اللي عاونوها في الرحله ديال النجاه اللي غدوز منها، وخرجوها بزاف ديال المواقف اللي كانوا يقدروا يؤديو بالوفاه لاي واحد اخر من غيرها هي. اول حاجه دارتها جوليان ملي نزلت من داك السياج اللي كانت معلقه فيه، هي بدات كتقلب على شي جدول ديال الماء بحال نهر صغيور. تفكرات باللي بابا كان قال لها اي نهر اون فان كونت غيديك لتبعتيه لشي بلاصه فيها الحضاره، وهادي غير الجينيرال حيت بنادم تيديبلاص حدا الماء. وهادشي اللي دارت بدات كتمشى تماك في الغابه حتى لقات واحد الجدول ديال الماء وبدات غاديه حداه. ملي بدات غاديه حداه تفكرات باللي بابا كان قال لها المفترسين اللي كاينين في الغابه عندهم فرصه كثيره انهم ياتاكيوك الا كنتي غادي في الارض اكثر من الا كنتي غادي في الماء، يعني الا مشيتي في وسط الجدول عندك فرص قليله انك تعرض للهجوم من طرف شي مفترس تماك. وهادشي اللي دار داك الجدول دخلات فيه وما بقاتش غاديه في الارض ولات غاديه في وسط منه. جوليان مشات شي مسافه قليله من البلاصه اللي كانت معلقه فيها في الشجره حتى وصلت للموقع ديال التحطم، يعني فين طاحت الطياره. ملي وصلت لتما فريمون كتشوف واحد المشهد اللي اي واحد ما يبغاش يشوفه في حياته، بنادم مشير افري وير، الدمايات في كل بلاصه. المهم راه تقدروا تخيلوا شنو كيداير داكشي. بدات كتقلب تماك لا كاينه شي حاجه تقدر تاكلها ولا تقدر تيباني بها، حيت عارفه راسها غتبقى تماك بزاف، ولكن ما لقات حتى شي حاجه. لقات واحد الباكيه ديال الحلوى اللي ما دير لها حتى شي حاجه، ولكن خداتها ونتوكا وداتها معها وكملات المشي. مشات شي ايام 4 ايام ولا 5 ايام ولا 6 ايام، ديك الساعه تلف لها الحساب ما بقاش قادره تحسب. وكتعاود من بعد كتقول باللي في الصباح ما كانش كتحس بزاف بالقلق ولا بالخوف. بيان سور كاين الخوف ولكن ماشي واحد الدرجه كبيره، حيت كيكون كل شيء باين. الا كنتي في خطر تقدر تشوف شنو كاين شنو ما كاينش، ولكن في الليل هو فين كان كيكون المشكل. قالت لك حينتاش ملي كتجي تنعس ولا تستعينك باش ترتاح شويه كتفكر باللي يا ودي انت راك في الامازون راسك، وباللي راه غالبا كاين شي مفترس تيشوف فيك في شي بلاصه ويبقى يتسنى اي لحظه واي فرصه باش يهجم عليك. دونك غالبا في الليل ما كانتش كتنعس بزاف، كانت ديما كتبقى فايقه نص فايقه باش تبقى حاضيه شنو كاين شنو ما كاينش. لا يكون شي حاجه كتربص بها في الليل ولا شي حاجه كان ضروري خاصها تبقى فايقه شويه. كتعاود على واحد المواجهه وقعت ليها تماك في واحد النهار في الليل ملي كانت غاديه ريحات في واحد البلاصه باش ترتاح شويه، كتسمع الصوت ديال واحد الكينغ فولتشر. هاد الطير هذا كبير بزاف، هو من الفصيله ديال الجوارح وتياكل الجثث، وكانت كتعرف الصوت ديالو مزيان حيت كانت كتسمعو بزاف في داك المعهد فين كانت مع بابا. ودابا ملي هو وحدها عرفات باللي غير تماك في شي بلاصه
غتكون شي جوته ولا شي عدد كبير من الجوتات، حيت هاد الطير هذا ما كينزل الا الا كانوا بزاف ديال الجوتات، وكينزل باش يقصي منه. وعرفات باللي الا خرجات غالبا غتجي فاصا فاص مع شي جوته، وتقدر تكون شي وحده منهم جوته ديال ماما. وهادشي اللي كان، حيت فاش خرجات باش تخلع داك الفولتشر يهرب، خرجات نقزات عليه وهرب نيت، ويتلقى واحد الرو ديال لي سياج 3 ديال البلايص حتى بعضياتهم، لقاهم طايحين في هذيك البلاصه، وكانوا ريوسهم مزروعين تحت الارض. يعني داك فاش طاحوا دوك الناس طاحوا على راسهم هو الاول. غير هو لحسن الحظ فاش بدات كتقلب كتلقى باللي اوغوزمون ماماها ما كانش معاهم، حتى هما قلبات باش تشوف واش عندهم شي حاجه تقدر تاكلها، ما لقات عندهم والو، وكملات الطريق ديالها. في النهار العاشر اختنا صافي بدات كتعيا ديال بصح، بدات كتعيا بالجوع بالعطش، كل شيء سي نورمال، ولقات راسها كتدلوخ مع داك الجدول ديال الماء اللي كانت غاديه فيه. واحد الوقيته شافت واحد الباطو تماك وكيسحب ليها راسها، وجدات كتلوس وما تيقاتش باللي كتشوف فريمون ان باطو. تقربات ليه وقاستو، ديك فاش كتقيسو كتحس بواحد الفرحه كبيره بزاف، حيت عرفات باللي هذاك الباطو طونكو كاين تما غيكون شي واحد حداه، حيت كيبان الباطو باقي جديد ماشي شي واحد مهجور ولا، ولكن كان محطوط تما. قام لي قلبات وما لقات فيه حتى شي واحد، ولكن ملي كتبع الاثار ديال دوك الناس اللي كانوا فيه كيخرجوا لواحد الطريقه صغيره كتبعها، وكتلقى واحد الكوخ. حتى هذاك الكوخ ما لقات فيه حتى شي واحد، ولكن عرفات باللي كاين فيه شي ناس ساكنين فيه، حيت لقات واحد البواطه ديال ليسانس محطوطه تماك. وكتفكر عاوتاني واحد المعلومه اخرى، كان قال لها بابا باللي في حاله ما اذا كانوا شي جروح ولا عندك شي انفيكسيون خايبه بزاف في شي بلاصه في الجسم ديالك، واحد من الحلول يقدر يكون ليسانس. فهاد الوقيته هادي جوليان كانت عندها واحد الجرحه كبيره في رجليها، وكانت وجدوا راسكم فيها واحد شويه ديال الدود. دونك ما لقات ما دير ليه، هزات هذيك البواطه ديال ليسانس وكباتها كامله على رجليها. حسات قالت لك واحد الالم فظيع في رجليها بزاف، لدرجه انها بدات كتبكي تما كتغوت غير راسها، ولكن قدرت انها تخرج داك الدود كامل من رجليها من غير بهذيك البواطه. من موراها ديريكتومون دخلت لداك الكوخ وسخفات فيه تماك، وهذيك هي اخر حاجه كتعقل عليها. من مورا ما فاقت كيفيق واحد الصداع ديال شي ناس كيهضروا برا، هي ديك فين حسيت بواحد الفرحه كبيره بزاف، حتى دخلوا عليها واحد جوج ديال الرجاله. هذوك الجوج ما فهموا والو، تصدموا، ما كانت لابسه البيض، تخلعوا ديال بصح. كيسحب ليهم واش واحد المخلوق من واحد الاسطوره محليه عندهم تماك في الامازون، تيكون بحال هكاك لابس البيض حتى هو وشعره بحال شعرها، دونك تيتسحب لهم شي داك المخلوق. بدات كتشرح لهم بالصبريونيه باللي اودي راه ما مخلوق ما والو، راه غير هاش وقع باللي عشت من واحد الحادث ديال تحت الطوم ديال الطائره. وهذا هي ديك فين ارتاحوا حتى هما، ارتاح حتى هي، جابوا ليها ما تاكل بدلات حوايجها. غير هو كان الليل، دونك ما قدروش يديوها للسبيطار حتى لغت ليه. تماك تتلاقى مع بابا اللي اصلا ما كانش متيق باللي عاشت داك الحادث تحت الطوم، حيت كان كيسحب ليه واش مات بحال الناس الاخرين، وكان مصدوم واحد الدرجه كبيره انه ما قدرش يدوي كاع مع حتى شي واحد مده ديال ساعات وساعات من مورا ما تلاقى مع بنته. جوليان عاشت وكانت هي الناجيه الوحيده من هذيك الطياره، واخا كانوا فيها 91 واحد. من بعد كيكتشفوا باللي ملي طاحت الطياره حتى ماما حتى هي عاشت في تحت الطوم، ولكن بقات واحله بحال بنتها في الاول. غير هو ماما ما قدرتش تحرر من السياج ديالها ومات من بعد، حيت كانوا عندها جروح كتار بزاف وخطر على ديال جوليان كتعيش كتعافى كليا في الجسم ديالها، ما كيبقى فيها حتى شي حاجه، ولكن كيبقى الاثار ديال هذاك الحادث تحت الطوم. ودخلت في حاله اكتئاب بزاف المرات، المهم عندها مشاكل نفسيه خايبين بزاف بقاو عندها من هذاك تحت الطوم. هادشي اللي كاين، هذه قصه اليوم. جوليان السي طاحت من طياره على علو 3 كيلومتر في الامازون، اكبر غابه في العالم، اكبر غابه استوائيه في العالم، في اخطر المفترسين في العالم، وبدون حتى شي ماكله، بدون الماء، حتى شي معدات ديال المساعده اللي غادي يقدروا يعاونوها انها تخرج. مهرسه شويه من جهه الكتف ورجليها مضروبه بزاف، ولكن مع ذلك قدرت انها تنافيغي الطريق ديالها في وسط الغابه، وشافت بزاف الحوايج اللي ما كانش خصها تشوف في اللاج ديالها، وقدرت تعيش. هادشي كله باش نقول لكم عاوتاني نفس الحاجه اللي كنقولها ديما، حتى شي واحد ما تيمشي قبل من الوقت ديالو. خاص واحد ديما يكون عنده ايمان باللي ما غيمشي الا النهار اللي غادي يمشي فيه مكتاب انه يمشي فيه. دونك الواحد يخليها ديما في راسو، ديما يديرها في الباك اوف هيز مايند، وكل واحد تعيش مرتاح طرونكيل. شي اللي كاين. الا عجبكم الفيديو كيف العاده خليو لايك، اللي عنده شي اقتراح شي فكره شي تعليق خليه في كومنت، اللي ما ابونيش يدير ابوني باش يبقى يوصلوا كاع الفيديو اللي كنحط. غالبا تنحط مره في السيمانه نهار السبت، وغنحاول نبقى نحط 2 مرات في السيمانه حتى السيمانه ما كافيانيش صراحه، كتجيني ناقصه. هادشي اللي كاين، نشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.